وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل وسائر الأولياء والصالحين. أما بعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال له سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. في هذه الليالي المباركة، في شهر ربيع الأول الأنور الأغر الأزهر المبارك، الذي فيه ولد سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، وبولادته الشريفة ضاءت الدنيا وأشرق الكون. كيف لا، وهو الذي جاءنا بالهدى والإيمان. كيف لا، وهو الذي دلنا على طريق الجنة وحذرنا من النار. كيف لا نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ والاحتفال بمولده تضمن معنى الشكر لله عز وجل. والله يقول في القرآن الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. ونحن نشكره سبحانه على نعمة الطعام والشراب واللباس والتنفس والهواء، فكيف لا نشكره على نعمة إيجاد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا نشكره سبحانه على نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخواني وأخواتي في الله، تعالوا معا في لحظات سريعة نتخيل كيف كانت الأرض، وكيف كانت مكة والبطائح قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته الشريفة. كيف كان الحال؟ ظلم وظلمات، فسق وفجور، تفنن في الإشراك، يصنعون صنما من تمر
ويعكفون على عبادته، فإذا جاعوا أكلوه، إذا جاعوا أكلوه. كانوا القوي يأكل الضعيف، والكبير يسحق الصغير، وكانوا يئدون البنت يدفنونها وهي على قيد الحياة. كيف كان الحال؟ علقوا الأصنام في جوف الكعبة المشرفة وعليها وفي جدرانها. كيف كان الحال؟ يتباهون بالمنكرات. تخيلوا كيف كانت هذه الصورة. ما الذي حصل؟ ولد الرسول فأشرق الكون وضاءت الدنيا بنور هديه، وبعث صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن الذي هو أعظم المعجزات، أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن العزيز العظيم المقدس المبارك المحفوظ، الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، والذي قال الله فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي قال الله عنه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والذي ضمن الله أن يحفظه من التحريف. فمهما حشدت جيوش الكفر وجحافل الإلحاد وجنود الفراعنة والشياطين والزنادقة، مهما نبحوا ومهما عملوا ومهما حاولوا لن يصلوا إلى النيل من طرف ورقة جلدة المصحف الخارجية، لن يستطيعوا. جبناء أذلاء حقراء يدعون أنهم ينادون بالحرية، يدعون أنهم يتكلمون بالإنسانية، وانظروا إلى حقدهم وعداوتهم وإلى بغضائهم على كتاب الله العزيز الذي هو أعز كتاب على قلوب مئات الملايين من المسلمين في الأرض. نعم، أعظم كتاب وأعز كتاب على قلوب مئات الملايين من المسلمين. هذا الكتاب هو أعظم معجزات النبي القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة، بل قال بعض العلماء في حياته المباركة بلغت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إلى 3000 معجزة. وعلى كل حال معجزاته لم تنقطع بوفاته، معجزاته لم تنقطع، وهذا القرآن ما زال إلى الآن بين ظهرانينا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى مكارم الأخلاق التي أمر بها القرآن، والله قال له: وإنك لعلى خلق
بعد هذا كيف لا نحتفل بمولده؟ والاحتفال بالمولد تضمن معنى الشكر لله عز وجل على هذه النعم. والاحتفال بالمولد على أي شيء احتوى واشتمل؟ على قراءة كتاب الله، على قراءة القرآن، وعلى ذكر الله، وعلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القصائد الزهدية والمدائح النبوية والموعظة الدينية وتوزيع الشراب أو الطعام الحلال على الناس، ولقاء الأحبة الذي هو من أعظم الغنائم، والتذكير بالاستعداد ليوم القيامة، وتعلق قلوب الناس بحب أشرف العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. فالاحتفال بالمولد يزيد المؤمنين حبا وشوقا واشتياقا وشغفا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يحبونه أكثر من أمهاتهم وآبائهم وأبنائهم، بل والله نحبه أكثر من محبتنا لأرواحنا وعيوننا. كيف لا؟ والله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مع ذلك نزداد حبا به. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة. لذلك قال سيدنا علي وهو من هو باب مدينة العلم وأخوه وحبيبه وصهره ختنه على الزهراء ورايته في الحروب، قال: حبنا لمحمد أكثر من حبنا لعيوننا، وأكثر من حبنا للماء البارد على الظمأ. لماذا؟ المرء مع من أحب يوم القيامة. يا إخواني في الله، يا أخواتي في الله، الاحتفال بالمولد يحرك القلوب شوقا لرسول الله واقتداء به وعملا بشريعته والتزاما بهديه. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف لا؟ وهو القائد والإمام والسيد العظيم والقائد الكريم، وهو قائد السادات وسيد القادات، وهو الفخم المفخم والعظيم المعظم، وهو الذي أقسم الله بحياته في القرآن فقال له: لعمرك. قال ابن عباس: أي وحياتك يا محمد. الله أكبر، الله أكبر. الله لم يقسم بحياة جبريل ولا بحياة آدم ولا بحياة نوح ولا بحياة الخضر ولا بحياة بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلا بحياة محمد. فقال له: لعمرك، أي وحياتك يا محمد، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله أقسم بحياة محمد. لماذا؟ مع عمره القصير الشريف